السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا اجمل اخوات في الدنيا؟ وحشتوني كتير كتير، وجايلكم النهارده بالترند اللي قلب الدنيا بقى، الكسكسي الكداب. هل الكسكسي الكداب ده هو فعلا طعم الكسكسي ولا لا؟ قبل اي حاجه نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ولسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك، وهقول لكم على كل خطوه وفعلا هو طعم الكسكسي ولا لا، وان هو فعلا يستاهل الترند ولا لا. وهقول لكم كل حاجه بصراحه، لان في فيديوهات كتير قوي ما قالتش الصراحه. اول حاجه نجيب الطاسه زي ما هم قالوا بالظبط، وجبنا معلقتين كبار من الزبده. انا سيحت الزبده كده عشان ما تاخدش معايا برضو وقت في التقليب. وجبت معايا كوبايه من السميد بتاع البسبوسه، وقلبت طبعا السميد في قلب الزبده، ورفعتها على نار متوسطة برضو زي ما قالوا. مشيت بكل الخطوات بالظبط اللي هم قالوا عليها. بصوا العين عاملة ازاي، هادية خالص، ومش ايه مش حامية يعني، ومش عالية ولا واطية ولا اي حاجة، زي ما هم قالوا نار متوسطة. وتتحط عليها السميد. اول حاجة هيبقى مفرفر معايا، فعلا لما دخل في قلب السمنة بقى مفرفر تمام جدا. واخد وده معايا كده لحد ما لقيته كله مع السمنة مع السميد بدأ اللي هو يعمل زي حبيبات كده. تمام. وبعد كده عملت ايه؟ سخنت مية في الكتل، وقالوا على كل كوباية سميد كوباية ونص من المية. انا مشيت بكل الخطوات والله، والنار المتوسطه الهاديه خالص. عملت كل حاجه كل حاجه، وكوبايه ونص من الميه المغليه، وعمل فوران زي ما شفت الفيديو بالظبط. وكل حاجه كل حاجه عملتها بالظبط. بس طلعت المفاجأة مفاجأة خيالية، والله ما كنت متوقعة ان ده يطلع بالطريقة دي ولا بالطعم ده. بصوا، اول حاجه شرب وهيبقى عامل معايا زي العجينه كده. لا، هنفضل مع بعض لحد ما الميه بتاعته تتبخر منه. بصي انا بوريكم اهوت. بخري بقى الميه بتاعته، افضلي قلبي كده، بس هتاخدي وقت شويه معاكي في التقليب، يعني مش يعني الموضوع كله هياخد في حدود 4 دقايق تقليب، يعني مش اكتر، على نار متوسطة. وافضلي قلبي 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 لحد ما البخار بتاعه كله يتبخر منه ويطلع يبقى تحس اللي هو عمل بقى زي كرات صغننة كده زي الكسكسي بالظبط. دي طريقة الكسكسي الكداب، اللي احنا طول عمرنا بقى نجيب الحلة والمصفى والشاشة وتبقى دربكة مطبخ. بس هو فعلا يستاهل او ما يستاهلش؟ انا هقول لكم والله على كل حاجة. وفعلا ممكن انت تستفادي منه ولا ما تستفاديش منه، ممكن تجربيه او ما تجربهوش. انا هقول لك على في اخر الفيديو التجربة بتاعتي والنتيجة بتاعتها، وهقول لكم في كل صراحة، لان انا في ناس كتيرة جدا انا شفت الفيديو ده وما قالكمش الصراحة. بصوا يا جماعة، ده خلاص الخلاصة، ودي النهاية بتاعته. بصوا عمل اهوت زي الكسكسي بالظبط، يعني انا مش مصدقة. انا شايفة الخطوات كلها، ايه ده؟ معقولة؟ تمام، ده حلو جدا، ده كده وفر علينا كتير قوي قوي. حلو قوي. بصوا عمل ازاي حلو جدا لحد كده بقى في كسكسي، يعني انا كده بعمل كسكسي فعلا. تمام تمام. هنجيب بقى الطبق بتاعي، وهغرف الكسكسي قدامكم، اللي هو الكسكس الكداب، بطريقه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. هل هو فعلا يستاهل السمنه اللي اتحطت عليه والكلام ده كله ولا ما يستاهلش؟ انا هقولك على كل حاجه. بصوا يا جماعه بقى، بكل صراحه بكل صراحه بكل صراحه، دي طريقه فاشله جدا 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 جدا، وانا ما انصحش اي حد يعمل الطريقه دي. والناس اللي طلعت على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى السوشيال ميديا عامه، قالوا الطريقه دي كويسه جدا وسهله جدا، وهي فين من زمان؟ الناس دي مش كويسه خالص، لان هم ما قالوش الصراحه. لان انا جربتها، طلع ملهوش علاقه اصلا بالكسكسي، ملهوش علاقه ولا طعم ولا اي حاجه. يعني الزبده اللي اتحطت، يا خساره يا خساره السميد، كنت عملت صينيه بسبوسه كانت احسن. طعمها وحش جدا 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 الصراحه. الطبق ده انا ما خدتش منه غير معلقه واحده والله العظيم، واترمى. بأمانة اترمى وحش جدا، وما انصحش حد بالتجربة ديت. ومش اي حاجة نشوفوها نجربها، وحشة جدا جدا جدا. ورب كده الفيديو يعجبكم، واشوفكم